عارف الجوانب المحروقة اللي في صينية البشاميل؟ دي أكتر حاجة أنا بحبها. أهو ده كان حال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة 1801. لما خرجت الحملة الفرنسية من مصر سادت وراها أتراك وإنجليز ومماليك، كل واحد فيهم عاوز ياخد الحتة اللي بيحبها. فالأتراك أو العثمانيين زي المنهج ما بيقول وقتها كانوا عايزين يخلصوا على المماليك عشان يخلى لهم الجو، فعينوا خسرو باشا والي على مصر. اما الانجليز فقالوا احنا طردنا الفرنسيين فهنقعد معاكم شويه مش ماشيين عشان ناخد بالنا من تجارتنا اللي رايحه وجايه للهند. والمماليك قالوا لك البلد دي اصلا بتاعتنا، احنا اللي هنحكمها، مش صح يا انجلترا ولا ايه؟ قالت لهم صح، بنت لذينه بتاخدهم على قد عقلهم. سنه 1803 خرجت انجلترا من مصر وسابت المماليك والعثمانيين وراها يقطعوا في بعض، والضحيه للاسف كانت هي مصر، لأنها دخلت في حالة فوضى، بالذات لما حارب المماليك العثمانيين وطردوهم وسيطروا على المنيا والبلد. وبسبب الدمار ده كله قال لك الشعب طب ما يلا ثورة، وقامت ثورة ضد المماليك سنة 1804. وهنا اتدخل محمد علي. استنى يا مستر، بس محمد علي ده تبع مين؟ معلش سوري، اصل محمد علي جه مع الاسطول العثماني وقت ما كانوا بيخرجوا الحمله الفرنسيه من مصر. شكلك ما اتفرجتش على حواديت اللي فات، هتتعبني معاك. المهم لما لقى محمد علي بقى المصريين عاملين ثوره قال لك بس انا الحق نفسي احسن، دول فراعنه وممكن يشيلوني مع اللي بيشيلوه. وبدا ينفذ خطته، بقى يصاحب المشايخ، يقرب من المصريين، وقال لجنوده الا المصريين، واستغل الثوره وراح هو كمان قايم على المماليك كرنينهم العلقه التمام، فهرب اللي فاضل منهم على الصعيد، وبقى محمد علي هو البطل. فلما جابت الدولة العثمانية والي جديد على مصر اللي هو خورشيد باشا، قال لك ده محمد علي ده خطر عليا، أنا لازم أخلص عليه. وقال له أنت تروح تحارب المماليك في الصعيد أحسن، وطلب من الدولة العثمانية تبعت له فرقة تساعده يسيطر بيها على مصر. فبعتت له فرق اتعرفت بفرق المتهورين اللي هم الدولاب. ولما العثمانيين استدعوا محمد علي وفرقته لاسطنبول قال لهم لا والله المصريين مش عايزين نمشي. وهنا كان المصريين جايبين اخرهم من اللي بيعملوا خورشيد باشا وفرقته، فقال لك طب ما يلا ثوره، شعب عسليه والله. فاتجمع محمد علي مع العلماء والمشايخ والناس التقيله دي في دار المحكمه سنه 1805، واتفقوا ان هم هيعزلوا خورشيد باشا ويتعين محمد علي والي على مصر مكان راجل مكار بصحيح. ودي كانت المرة الأولى في التاريخ المصري الحديث اللي يتعزل والي فيها ويجي غيره بإرادة الشعب نفسه. وفي الوقت اللي لسه جاي محمد علي يبني أول طوبة في ولايته الجديدة لقى نفسه قدام تعبان ب3 رؤوس، وحصلت الكارثة. لو عارف إيه اللي حصل قول لي في الكومنتات، ولو ما تعرفش استنى الحدوتة الجاية. سلام.